السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنشوف ازاي عملنا الفول المدمس في البيت، حاجة كده جميلة جدا، مستوي زي الزبدة بسم الله ما شاء الله زي ما شايفين، وبلون جميل جدا، احسن من المطاعم واوفر بكتير كمان. اتمنى لو اول مرة بتشوفوا قناتي ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الاشعارات على الكل عشان يوصلكم كل جديد بقدمه على القناة. اتفضلوا معايا يا حبايب قلبي نشوف الفول الجميل دوت عملناه ازاي. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنشوف ازاي هندمس الفول بطريقة جميلة جدا من غير ما يسود، احسن كمان من المطاعم. كفاية ان احنا هنبقى منقيينه طبعا ومنضفينه وعاملينه بالطريقة المظبوطة زي ما شايفين معايا. ده كيلو من الفول زي ما شايفين كده، تمام. الفول ده بجيبه قبليها بيوم، وببدأ ان انا بنقي الفول بتاعي كويس جدا، وبعد كده بنقعه في ميه لمدة ليلة كاملة، تمام، لمدة 24 ساعة يا جماعة. ده هيدينا نتيجة جميلة جدا خصوصا في الشتاء، تمام. في الشتاء بياخد وقت شوية علشان نضمن فولة كده بسم الله ما شاء الله جميلة جدا ومستوية بدون اي حاجة. طبعا لما نجيب الفول بنجيب الفول السايب اللي هو البلدي، تمام، بيبقى الفولة بتاعته بالشكل ده كده معانا، تمام. كيلو الفول بتاعي هحتاج له فنجان صغير كده من العدس المغسول، تمام، وجزرايه مبشوره، ومعايا ليمونه كده هاخد العصير اللي فيها، تمام. طبعا الفول بتاعي بعد ما بيتنقع بنزل من عليه الميه وبحطه في مصفى وبشطفه تماما، بتخلص من الميه اللي فيه، بشطفه لحد ما الميه بتاعته تكون نظيفه ويبقى لونه ابيض وجميل كده بسم الله ما شاء الله. معايا الحله اللي هدمس فيها، طبعا لو عندك دماسه هيبقى جميل جدا، مفيش دماسه مفيش حاجه هتعطلنا ابدا. معايا الحله بتاعتي دي، الحله دي مخصصاها معايا بدمس فيها الفول، تمام، حاطه فيها ميه، تمام، وهنزل بالفول بتاعي وهنزل معايا بالجزر وهنزل بفنجان العدس الصغير بالشكل ده. طبعا بيبقى مغسول كويس جدا، هو يستحسن ان العدس ان احنا نغسله ونسيبه شويه علشان يفتح من بعضه كده ويبقى حلو جدا، تمام. هو مجرد ما هيشم النار عادي جدا هيبقى في منتهى الجمال معايا، تمام. ممكن نحط كمان اضافه معلقه رز كده او معلقتين رز، الرز المصري بتاعنا عادي جدا. وطبعا الليمون بيخلي لي ان الحله ما تسودش ويخلي لي الفول بتاعي كمان ما يسودش. شايفين اللون جميل جدا من قبل ما نحطه على النار ازاي. هنزل كمان عصرة الليمونة، تمام. اهم شيء الليمون يكون فيه ميه، تمام كده. برفع معايا الحله بتاعتي على النار بالشكل ده كده، بغطيها، طبعا بغطيها نص تغطيه علشان ما يفرش ويبهدل لي العين بتاعه البوتاجاز. بغطيها لحد ما يغلي معايا، تمام. بحطه الاول على نار تكون عاليه، بعد كده بوطي عليه النار، مجرد ما يغلي بوطي عليه النار وبسيبه يستوي مع نفسه. وبين لحظه والتانيه بنلاقي الميه بتاعته قلت. لما بنلاقي الميه قلت بنكون مجهزين البراد بتاعنا الكاتل بتاعنا، وبنحاول ان احنا بنزود الميه اللي نقصت بميه تكون معانا مغليه، تمام. ما نحطش ميه ساقعه خالص، لان طبعا الميه الساقعه هي اللي بتخليلي بتبطئلي عمليه التسويه بتاعه الفول، تمام. دلوقتي هرفع الفول بتاعي على النار، ولما يوصل لمرحله معينه هنشوفه مع بعض. طبعا حبايبي معايا كده الفول بتاعي وصل للمرحله ديت كده. طبعا كل شويه بزود عليه ميه تكون مغليه، تمام. معايا ميه كده بسم الله، ميه مغليه كده بزود على الفول بتاعي ميه مغليه،
تمام. شايفين اللون بتاعه في منتهى الجمال ازاي، مغمقش معايا ولا حاجه، واخد معايا لون جميل جدا. وهنشوفه كمان. طبعا معايا معلقه كده بطلع منه. شايفين الفولايه بسم الله ما شاء الله لونها جميل جدا ازاي. ومعايا الشوكه، شايفين الفول اتهرس معايا. طبعا شايفين بسم الله ما شاء الله الفوليه اتهرست معايا بالشكل ده كده اهوت. معايا القوام بتاعه، ممكن لو عايزين الفول يبقى بالشكل ده عادي جدا هنخليه وهنهرسه عادي جدا. وقت ما بنقدمه طبعا هنعمله تركايه جميله جدا هتخلي لنا القوام بتاعه جميل جدا. هزوده طبعا ميه تاني من الكتل. بسم الله. تمام. طبعا يستحب طول ما الفول معاكي على النار يبقى معاكي الكتل مليان ميه مغليه، وتبقي سايباه جنب الحله علشان كل لما الميه بتاعه الفول تنقص تزودي عادي جدا. شايفين يا جماعه الميه بتاعه الفول بسم الله ما شاء الله لونها جميل جدا ازاي، مش محتاجه حاجه خالص. والريحه بتاعته جميله جدا، يعني حاجه كده جميله بسم الله ما شاء الله، حاجه نظيفه معموله في البيت جميله جدا. طبعا الفول بتاعك لو عايزاه تقيل معاكي شويه من الميه كده، شويه ميه بالشكل ده كده حوالي يعني حوالي نص كوبايه ميه. تمام. معايا بالشكل ده كده. نص كوبايه ميه. ومعايا نشا، هاخد حوالي 4 معالق من النشا، ده علشان نخلي الفول بتاعنا قوام حلو جدا. كده 4 معالق من النشا بدوبهم كويس جدا في نص كوبايه الميه بالشكل ده كده. وبنزل معايا على الفول علشان اخلي الفول معايا يبقى له قوام كده حلو جدا. تمام. هننزل كده بالنشا. طبعا ممكن تزودي رز من البدايه، بس طبعا انا ما حطيتش رز ولا حاجه، النشا بيبقى حلو جدا. ما تزوديش طبعا عن 4 معالق على نص كوبايه ميه. ما تقوليش هزود تاني، لا طبعا، لان الفول لما هنهرسه هيبقى حلو جدا. طبعا الفول كده القوام بتاعه كويس جدا يا جماعه. شايفين بسم الله ما شاء الله اهو. ومستوي وجميل جدا ولونه في منتهى الجمال من غير ما نحط له لون ولا اي حاجه. اللون بتاعه بيتحدث عن نفسه يا جماعه. طبعا لو هنشيله في الفريزر بنسيبه لما يبرد تماما، وبعد كده طبعا هو خلاص غلي معايا اهو، بطفي عليه وبسيبه لما يبرد تماما. يعني طبعا عامله كيلو، فبالتالي هشيله معايا هخزنه معايا في الاكياس بتاعه الفريزر او في الديب فريزر عادي جدا. بسيبه لما بيبرد تماما وبعدين بفضيه على قد الكميه اللي بستخدمها. تمام. بيبقى معايا في الفريزر بيبقى جميل جدا وهنشوف مع بعض. حبايبي بسم الله ما شاء الله شايفين الفول بقى جميل جدا ازاي. طبعا استنيت لما برد معايا وعبيته معايا في الاكياس بتاعه التلاجة. طبعا بتعبي على الكميه اللي انت عايزاها،
ما تعبوش هو سخن خالص، يعني استني لما يهدى شوية وبعدين عبيه في الاكياس على قد الكمية. تمام، جميل جدا ولونه في منتهى الجمال زي ما شايفين، بسم الله ما شاء الله. هتطلعي منه زي ما انت عايزة. اتمنى لو الطريقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير عشان غيركم يستفيد، لان حقيقي الطريقة ديت جميلة جدا وبعملها وبعتمدها من زمان، بتبقى في منتهى الجمال، بيبقى الفول احلى ما بنشتريه والله من المطاعم. اتمنى لو الطريقة عجبتكم ما تنسوش لايك للفيديو وشير وسبسكرايب، اشتراك في القناة وتفعيل الاشعارات على الكل عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.